السلام عليكم. في درس النهاردة هنتكلم عن مفتاح سنوف التاتش. هنتكلم عن كل حاجة فيه، ممكن ناخد حلقة حلقتين ثلاثة. المهم هنعرف الفني ازاي بيعمل كل حاجة في تأسيس الإضاءة باستخدام مفتاح سنوف التاتش. واللي بينطبق على مفتاح سنوف بينطبق على منتجات تويا ومنتجات برود لينك ومنتجات فيليبس هيو، كل المنتجات نفس المبادئ. طيب، احنا كنا اتكلمنا في اخر درس على الفرق بين النيوترال والإرث. في عجالة كده عشان تثبيت الكلام الأخوة الفنيين. احنا عندنا الفيلا اهي، وليكن لما بنيجي نعمل لها إرث بنيجي هنا جنب الفيلا في أكتر مكان معتقدين دي يبقى ويت أو في رطوبة أو في مياه، وبنحفر بير هنا أيا كان بعمق على قد ما تقدر عشان يوصل لمستوى المية بقدر الإمكان، وبندق هنا حربة من النحاس، بندق حربة من النحاس ونبدأ نحط حواليها ملح مخلوط بفحم أو اللي هو بيقول عليه الكوك، مخلوط بملح، وبنحط عليها ميه، بزياده كده، وبنردم البير بتاعنا، وبنيجي هنا بسلك مناسب ونربطه هنا في الحربه دي. بنبقى عاملين حسابنا حاطين مسمار ولحمين مكان هنا بنحط فيه السلك، ونخش على البيت ونوصل السلك بتاعنا اللي داخل دوت بكل الحاجات الارضي. ويفضل اللي احنا يبقى عندنا فيشه ثلاثيه، او الافياش جوه المكان بتاعنا بتبقى افياش ثلاثيه اللي بنحط فيها المعدات زي الثلاجه والغساله والميكروويف والتكييف والكلام ده. بيبقى فيشه يونيفرسال كده مثلا فيها 3 حاجات كده، ده بيبقى النيوترال، ده بيبقى اللاين مثلا على سبيل المثال، وده بيبقى الارضي. الارض ده اللي بتوصل بيه السلك اللي داخل عندنا، ده الارضي اللي بيعمل حمايه من خطر الصعق الكهربي للافراد اللي عايشه في المكان ده. اما النيوترال بقى، فاحنا عندنا المحول الخارجي اللي بيدي الكهرباء بتاعتنا للبيت بتاعنا، ده بيبقى في ملفات. الملفات دي بتبقى في قلب حديدي هنا، وفي ملفات هنا، وفي ملفات هنا. الملفات دي وليكن اسمها ملفات الهاي فولتج او الفولت العالي، هاي فولتج، ودي ملفات اللو فولتج او الجهد الواطي. ايا كان بقى 11 كيلو فولت، ايا كان 66 فولت، يعني ايا كان. المهم الجهد الواطي ده اللي يهمنا. الجهد الواطي دوت بيبقى 380 فولت، 380 فولت متردد AC بتردد 50 ذبذبة في الثانية. التردد بتاع مصر 50 ذبذبة في الثانية. تمام. الملفات دي احنا هنتكلم عن الملف اللي يهمنا، اللي هو الملف ده، الملف الثانوي. ده بيسمى الملف الابتدائي الهاي فولتج، والثانوي بيسمى الملف بتاع اللو فولتج او الضغط الواطي اللي بيجي لنا في البيت بتاعنا اللي فوق ده. طيب، الملفات بتبقى عامله ازاي؟ في الجانب ده بتبقى عامله نجمه كده. ده بقى النيوترال بتاعنا اللي عامل مشكله مع الفنيين. ده النيوترال بيبقى دي فازه A او اول فازه، دي فازه B، دي فازه C، ودوت في فازه C، وده اسمه النيوترال. لو انت مركب عداد 3 فاز بيدخل لك كل الاربعه دول، 4 سلكات، فازه A وB وC والنيوترال. لو انت مركب عداد فازه واحده بيخش لك اي فازه من دول مع النيوترال. يعني مثلا الفيلا بتاعتنا ديت داخل لها فازه واحده، فبناخد فازه اللي هي الاي ديت بتروح للبيت بتاعنا هنا فازه ايه وخط بالنيوترال. لو في فيلا تانية اهيت، مثلا فيلا تانية اهي وفيلا تالتة، بيروح ديت فازه
بي وخط النيوترال نفس خط النيوترال. الفيلا سي دي في فيلا بي، دي فيلا سي، دي فيلا ايه. بتاخد الخط سي وخط النيوترال بيبقى مشترك لكل الفلل. ده اسمه خط التوازن او خط التعادل. ده بيعمل ايه بقى؟ لو الفيلا دي بتستهلك مثلا هنقول 10 امبير، والفيلا دي بتستهلك 7 امبير، والفيلا سي دي بتستهلك مثلا 8 امبير، 8 امبير. اذا الامبير ده غير الامبير ده غير الامبير ده. الكلام ده ممكن يأثر على التوازن بتاع المولد او الجنريتور اللي موجود في محطة التوليد، فلازم يحصل بالانس او توازن في الاحمال بتاعة الفازات. فالامبير اللي داخل هنا اللي اخداه اللي مستهلكاه الفيلا ايه بيروح كده ويرجع على خط التعادل. لو في حاجة زيادة بيبدأ يتوزع على الفازات التانية، وكذلك الفازة بي والفازة سي. إذا السلك ده مهم جدا إنه يعمل توازن في الشبكة بتاعتنا أو تعادل في الشبكة بتاعتنا. ده اللي هو بنقول عليه نيوترال، اللي بيروح للأفياش عندنا في البيت وبيروح لللمبات. كده انتهينا من الحتة دي، خلي بالكم منها كويس كويس جدا جدا جدا. هنبدأ بقى موضوع الحلقة بتاعتنا، وهو هنتكلم على مفتاح سنوف اللي هو الموديل التي اكس. لو بصينا على المفتاح بتاعنا كده، هو عليه هنا لزقة، انا مش هشيلها طبعا. فينا مكتوب اسم البراند سنوف، والوش ده معمول من الزجاج، وده حاجة كويسة جدا عشان ما يتجرحش مع النظافة. ممكن الوش ده هو تاتش، ولكن مش زي التاتش بتاع الموبايل. يعني تاتش الموبايل لو جه عليه ميه ما تعرفش تشتغل، يهنج الموبايل، لكن ده بيتمسح بميه وما بيأثرش فيه. الوش الازاز غير قابل للتجريح، وده اللي بيميز المفتاح بتاع سنوف عن مفاتيح تويا الموجوده في السوق، لان مفاتيح تويا معموله من ماده اكليريك او شبه البلاستيك، ما هيش زجاج، فممكن تكون قابله للتجريح لو هي مش من ماده الكواليتي بتاعها عالي. خلي بالكم من النقطه دي. المفتاح ده عشانه من ازاز فلازم نخلي بالنا، لان لو وقع هيتكسر مننا، لو وقع هيتكسر مننا. وهنقول احنا بنفتحه ازاي بكل امان. تمام؟ طيب، لو بصينا هنا من ورا هنلاقي شركة سنوف عاملة حماية ضد الصعق لأي حد يفتح المفتاح حتى لو مش فني. الحماية دي إن هي بتقفل على المسامير بتاعتنا، عشان وانت بتشيله من العلبة الماجيك ما يحصلكش شوك بطريقة الغلط. احنا بنجيب مفك، بنرفع هنا رفعة بسيطة، نرفع هنا رفعة بسيطة كده، ونشيل الكفر بتاعنا. لما نشيل الكفر بتاعنا بنلاقي هنا المسامير بتاعة التوصيل، والمسامير بتاعة التوصيل في سنوف محترمة جدا لأنها معمولة من النحاس أو معمولة من الستانلس ستيل البيور، يعني حاجة موصلة جيدة جدا للكهرباء، بعكس مفاتيح بعض المنتجات في السوق هتلاقيها مصنوعة من الحديد. وده ممكن نثبته لحضراتكم بتجربة بسيطة زي اللي هوريه لكم دلوقتي. لو جينا حضراتكم جبنا مفتاحين من براندين مختلفين، وليكن سنوف وبراند تاني لا داعي لذكر اسمه. لو جينا هنا هنلاقي المفاتيح عندنا اهي. المفتاح ده باين عليه ان هو لو جينا هنا المفاتيح اهي، لو بصينا على المسمار ده باين ان هو نحاس، المسمار ده باين ان هو ستانلس ستيل او نحاس مطلي بماده فضيه. هنبدا نعمل التست بتاعنا. التست بتاعنا ده مغناطيس حر مش ماسك ولا عامل فيه حاجه خالص اهو. هنيجي على المفتاح اللي تحت ده، لقينا المغناطيس مسك فيه. ملاحظين انتوا القوه بتاعت المغناطيس؟
إذا المفتاح ده مساميره معمولة من الحديد، مساميره مصنوعة من الحديد. الوش بتاعه أكليريك قابل للخدش، أكليريك ضعيف، ضعيف جدا قابل للخدش، ماهوش من أكليريك كويس. هنيجي على مفتاح سنوف وهنحاول نشغل المغناطيس. المغناطيس مش بيمسك. إذا المسمار ده مصنوع من النحاس المطلي أو مصنوع من مادة الستانلس النقي. ودي الميزة التانية في مفتاح سنوف. أولا زجاج غير قابل للخدش. ثانيا المسامير بتاعته مسامير موصلة جيدة جدا للكهرباء. والكلام ده هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا في حاجات كتير، اللي هي اهم حاجة بنعتمد عليها في الكهرباء، وهي قدرة التوصيل وعدم وجود حرارة مفقودة عن طريق ماتيريال مثلا زي الحديد او عن طريق تصميم خطأ. اذا الحرارة المفقودة في المفتاح ده وبالتالي القدرة الغير مستعملة اللي احنا بندفع ثمنها بتبقى هنا بالنسبة للجزئية دي معدومة. بالنسبة للمفتاح التاني فبيولد حرارة نتيجة لوجود حديد انت بتوصل بيه كهرباء فبيسخن، وبالتالي بيطلع باور عن او كهرباء احنا بندفع ثمنها على شكل حرارة. أنا بتكلم في نقط فنية عشان نغطي الموضوع من كل الجوانب، وهعمل الكلام ده في كل حاجة أنا بشرحها. طيب المفتاح الظريف بتاعنا ده من الداخل البوردة بتاعته محترمة جدا، الأزير اللي فيه الكواليتي أو الجودة بتاعته عالية جدا. هنشوف إحنا بنأسس للمفتاح ده إزاي. لو بصينا هنا عندنا، ركزوا معايا كده حضراتكم، هنلاقي هنا في نيوترال ان اللي هو الفردة الميتة بتاعتنا، وفي لاين ان، وفي اوتبوت 1 و2 و3. اذا المفتاح ده 3 خط. عشان تشغله لازم يبقى موجود ارضي، سوري انا اسف، عشان تشغله لازم يبقى موجود نيوترال الفردة الميتة، والفردة الحية اللي المفروض بتوزع منها على رواجع، وخطوط الرواجع اللي رايحة على اللمبات أو الأحمال بتاعتنا. المفتاح ده في قلبه 3 ريلي، كل ريلي 10 أمبير، كل ريلي هنا 10 أمبير. ولكن شركة سنوف قايله لنا إن كل خط حطاله استخدام آمن 2 أمبير. إشمعنى؟ لأنها شركة محترمة وبتراعي المعايير الفنية. ازاي؟ في جوه مسارات الزير، في جوه مسارات الزير، وفي بوردة عليها البروسيسور بتاع التحكم او الاي اس بي ايا كان المسمى، عليها العقل الذكي اللي بيشغل المفتاح، والحاجات الالكترونية بتأثر بدرجة الحرارة. فهم مع التست اللي عملوه لقوا ان أقصى أمبير ممكن يكون آمن في توليد حرارة في مسارات الأزير 6 أمبير. فقالوا إن المفتاح دوت 10 أمبير لكل خط لو هنشغل خط لوحده، أو 6 أمبير للثلاثة مجتمعين. 6 أمبير للثلاثة مجتمعين يعني كل خط 2 أمبير، عشان الحرارة المتولدة نتيجة للأحمال في الأزير ما هتكونش مؤثرة على الحاجات الإلكترونية اللي جوه المفتاح. وهم عاملين له كمان فتحات عشان التهوية من كل اتجاه. إذا المفتاح ده كتصنيع محترم، محترم جدا بجد. طيب احنا عشان نأسس ده بنحتاج في كل علبة ماجيك أو علبة إضاءة يبقى فيها الرواجع وخط الكهرباء زي تأسيس السيرسيون العادي خالص. بنضيف ليه خط نيوترال، بنضيف ليه خط نيوترال يمشي في كل المفاتيح. ودلوقتي انا بعرف من الفنيين ان محدش عاد بيعمل بوطات، فبيمشي خط النيوترال في كل العلب الماجيك اللي عنده. اذا
المفتاح ده عشان تعمل الشقة سمارت إضاءات بيحتاج تأسيس عادي خالص، مش حضرتك هتجيب أسلاك إضافية علشان توصلها من البوردة الخارجية عشان تروح لرواجع في الغرف والمطابخ وتمشي بها البيت كله. إذا المفتاح ده موفر، المفتاح ده موفر في السعر وفي الأداء وفي التركيب وفي كل حاجة. طيب احنا خلاص عرفنا بنحتاج ايه في التأسيس. بنحتاج في التأسيس خط نيوترال وخط كهرباء والرواجع اللي على الأحمال. لو احنا في ناس بتقول لي ايه؟ بتقول لي طب المفتاح ده 2 امبير كل خط قليل جدا. لا مش قليل جدا، ده كتير جدا. احنا لو حسبنا انك مركب سبوتات 6 واط مثلا، طيب لو قلنا 50 سبوت، لو قلنا ان عند حضرتك 50 سبوت في مكان، طبعا ده لا يمكن يحصل. 50 في 6 واط هيبقى 300 واط. إذا عندك قدرة على خط واحد، لو تحط على خط واحد 50 سبوت 6 واط هيبقى عندك 300 واط. لو قسمت 300 واط على 220 اللي هو الفولت بتاعك هيطلع لك تقريبا 1 وحاجة 1.8 من 10 1.6 من 10، يعني أقل من 2 أمبير، أقل من 2 أمبير. إذا 2 أمبير لكل خط كافي جدا، يكفي ويفيض. طيب احنا المفتاح بتاعنا ده ساعات بنشغله على الشطرات، على مواتير الشطر، وساعات انا بشغله على مفاتيح، على مواتير الجراشات. طب انت قلت لنا 2 امبير وممكن موتور الجراج ياخدها 2.5 امبير 3 امبير. ايوه، ما انا قلت لحضرتك ان في ريلي يستحمل 10 امبير، تمام، ولكن 3 مجتمعين 6 امبير. الموتور بتاع الشطر او الموتور بتاع الجراج باي حال من الاحوال ما بزيدش عن 2 3 امبير 1.7 من 10 ايا كان. المفتاح ده في السوفت وير بتاعه حاجه اسمها انترلوك. انترلوك يعني ايه انترلوك؟ يعني لما بنشغل مفتاح واحد بيقفل لنا 2 و3، لما بنشغل مفتاح 3 بيقفل 1 و2، لما بنشغل مفتاح 2 بيطفي اول 1 و3. فاحنا بنستغل الانترلوك ده في تشغيل المواتير، في تشغيل المواتير، بحيث ان هو بيشغل لما تيجي ترفع مثلا الباب بيقفل لك التنزيل قبل ما يرفع. اذا فانت عندك الامبير اللي ماشي في المسار بتاع الازير بتاعنا 3 امبير زي الفل، نص الحمل او اقل من نص الحمل لو باخد 2 امبير 1.7 من 10 امبير. إذا المفتاح مناسب للشطرات ومناسب للإضاءات وشغال بكفاءة عالية، وإحنا هنشرح إن شاء الله إزاي بنستخدمه للإضاءات وإزاي بنستخدمه للشطرات والتوصيل هيكون إزاي. كده يبقى انتهينا من الجزئية ديت، وهنكمل في الدرس الجاي إن شاء الله. تابعونا وخليكم معانا، والسلام عليكم.